أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف 11، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم إن شاء الله مع أحد التمارين الإثرائية التي تخص منهج الرياضيات المتقدمة للصف 11. موضوع التمرين اليوم يخص الصيغة التربيعية ويخص حل المعادلات التربيعية. تعالوا نشوف فكرة هذا التمرين. معادلة عندي: اوجد قيمة س التي تحقق المعادلة س تربيع ناقص 5 س زائد 5 الكل أس س تربيع ناقص 11 س زائد 30 تساوي 1. المقصود بحل المعادلة طبعا هو إيجاد قيم س. عزيزي الطالب، تجد هنا أن المجهول س موجود في الأساس وفي الأس، لكن كيف يمكن معرفة قيمة س في هذه الحالة؟ تعالوا بينا نشوف الحالات التي يكون بها الناتج واحد. أحصل على الناتج واحد عندما يكون الأس بصفر، يعني س تربيع ناقص 11 س زائد 30 هنسويها بالصفر، لأن أي كمية أس صفر الناتج هيكون بواحد. طب دي معادلة تربيعية، ممكن تحلها بالصيغة التربيعية مفيش مشكلة، ممكن تحلها بالتحليل، ممكن تحلها بالإكمال إلى المربع. لكن دايما بقول لولادي إذا كنت شاطر في مهارة التحليل استثمر هذه المهارة. تعالوا نشوف مع بعض نحلل ازاي. الس تربيع يتحلل س ضرب س، موجب الحد الأخير يتحلل سالب وسالب، إشارتين زي بعض زي الأوسط، يعني سالب وسالب. كم ضرب كام ب30 ومجموعهم 11؟ 6 ضرب 5، يبقى الخمسة والستة كل واحدة فيهم في قوس. بعد كده هساوي كل قوس بالصفر. س ناقص 5 تساوي صفر ومنها الس ب5، وهنا س ناقص 6 تساوي صفر ومنها الس ب6. طب دي الحالة الأولى. هل توجد حالات أخرى نحصل من خلالها على الناتج واحد؟ أكيد. إذا كان الأساس واحد أس أي كمية الناتج بيكون واحد. بالتالي س تربيع ناقص 5 س زائد 5 هنساويها بالواحد. لازم نخليها معادلة صفرية، يعني نحول الواحد الناحية التانية بعكس الإشارة. هتكون س تربيع ناقص 5 س زائد 1 زائد 5 ناقص 1. يلا نجمع المتشابه. س تربيع ناقص 5 س موجب 5 وناقص 1 يعني موجب 4. هنحلل بنفس الطريقة هنا، ممكن تشتغل بالصيغة التربيعية، لكن أنا بحب دايما التحليل. الس تربيع هتبقى س ضرب س، موجب هيتحلل إشارتين زي بعض زي الأوسط يبقى سالب وسالب. كم ضرب كم ب4 ومجموعهم 5، 4 في 1. بنفس الفكرة هنساوي كل قوس بالصفر. س ناقص 4 هتساوي صفر، وس ناقص 1 هيساوي صفر. من هنا الس بتساوي 4، ومن هنا الس بيساوي 1. طب في قيم تانية؟ إذا كان الأساس بسالب 1 لكن يشترط أن يكون الأس عددا زوجيا، وممكن طبعا يكون س تربيع ناقص 11 س زائد 30 لها قيمة زوجية، فبالتالي يجب مساواة الأساس بقيمة سالب 1. بنفس الفكرة هندخل الواحد الناحية التانية بعكس الإشارة علشان تكون معادلة صفرية، يعني س تربيع ناقص 5 س زائد 5 زائد 1. ولما نجمع المتشابه الخمسة والواحد هيديني 6. ونفس الفكرة هحلل هنا س ناقص 2 في س ناقص 3، لأن مجموع الاتنين والتلاتة كام؟ 5. هنساوي س ناقص 2 بالصفر وس ناقص 3 بالصفر. هنا هتبقى الس ب2 وهنا هتبقى الس ب3. إذا هذه هي كل الحالات التي يكون من خلالها الناتج يكون واحد، عندما يكون الأس بصفر، وعندما يكون الأساس بواحد، أو عندما يكون الأساس بسالب 1. أصبح عندي في النهاية 6 قيم لس تحقق هذه المعادلة. عزيزي الطالب، الآن جاء دورك. المعادلة س تربيع ناقص 7 س زائد 11 أس س تربيع ناقص 13 س زائد 42 يساوي 1. مطلوب منك عزيزي الطالب معرفة قيم س التي تحقق هذه المعادلة. ارسل لي الناتج في التعليقات أسفل الفيديو حتى يستفيد من زملائك من حله. أشكركم شكرا جزيلا على متابعة الفيديو، ونلتقي قريبا في أعمال أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.